هنعمل النهاردة البريوش بطريقة سهلة جدًا وبسيطة، مش هتاخد منِّك وقت ولا مجهود ولا مكونات. مكونات موجودة في البيت هنعملها بطريقة سهلة جدًا، كمان تقدري تحشيها حلو، تقدري تحشيها حادق، تقدري تعمليها سادة كمان ما فيش أي مشكلة. في الجو الساقعة اللي إحنا فيه ده مع كوباية الشاي كده أو كوباية الشاي بلبن بنبقى محتاجين قرصة، حتة كيكة، أي حاجة ناكلها جنب كوباية الشاي عشان تدفينا كده. كمان عملت لكم أنواع كيكات كتير مختلفة في القناة تقدري تشوفيها وهاسيبها لِك في صندوق الوصف، وكمان إن شاء الله هنعمل معجنات وطريقة كيكات تانية سهلة جدًا وبسيطة، وأهم حاجة تكون ناجحة معاكِ من أول مرة عشان ما نرميش المكونات على الأرض. شايفة العجينة هشة وطرية ومورقة من جوه إزاي؟ بجد كأنه كرواسون. طعمه بجد تحفة، مش هتاخد منِّك ولا وقت ولا مجهود. شايفة؟ العجينة بجد تتاكل كده سادة من غير أصلًا ما تحشيها أي حاجة. تعالي بينا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ونبدأ ونشوف مقاديرنا وطريقتنا. في البداية أهلا بيكم ونورتوني، أنا رشا. لو أول مرة تشوفيني ما تنسيش تحطي لايك وشير، ولو مشتركة في القناة تشتركي وهاتي كوباية لبن دافية عليهم نص كوباية من الزيت عليها معلقة زبدة. يعني هو المقدار المادة الدهنية هي نص كوباية زبدة على زيت، زيت بس مفيش أي مشكلة. الزبدة هي اللي هتدينا التوريقة اللي احنا شفناها في العجينة في الأول. فمعلقة الزبدة مهمة جدا، بس لو ما عندكيش ما تقفيش على حاجة مفيش أي مشكلة. حطيت معلقة خميرة كبيرة، اللي هي الخميرة البيرة بتاعة الفران تقدري تستخدميها، أو تقدري تستخدمي كيس خميرة مفيش أي مشكلة. كمان حطيت 4 معالق سكر، وبيضة واحدة. تمام كده هقلب كل المكونات ديت. ممكن نقلبها بالمضرب اليدوي عشان تختلط كده كلها مع بعضها وتدينا نتيجة حلوة، ونشوف الخميرة بتاعتنا كمان نشطة ولا لا. من بجد العجاين بجد ممتازة جدا، تقدري تعمليها في أي وقت وفي كل وقت تقدري تعمليها، مش تاخد منك ولا وقت ولا مجهود. يعني ممكن على الفطار كده على السريع، أو كمان في العشاء كده تقدري تعمليها بعد ما تخلصي كده كل حاجة، وتقدري تعمليها سهلة جدا وبسيطة. عندي هنا 4 كوبايات دقيق، من 4 ل5. تمام، وحسب الدقيق بتاعك وحسب المواد الدهنية بتاعتك. تمام، حطيت عليهم معلقة من البيكنج باودر ورشة ملح. رشة الملح حطيتها على الدقيق، ما نحطهاش على الخميرة عشان ما تموتلناش الخميرة بتاعتنا، وخصوصا لو خميرة بيرة. حطيت الدقيق بتاعنا كده بالتدريج، وهبدأ أعجن كده بالطريقة زي ما انت شايفة. سهلة جدا. عندك عجان تقدري تحطي المكونات بتاعتك كلها في العجان وتعجنيها لمدة 5 دقايق، تكون العجينة كده ملساء وطرية. وبس كده. انا هفضل اعجن فيها على ايدي كده زي ما انت شايفة، بس بحط الدقيق بالتدريج عشان ما اكتمش العجينة بتاعتي كلها مرة واحدة. لاني لو حطيت المواد الجافة على المواد السائلة مرة واحدة، العجينة هتتكتم معايا ومش هتتعجن كويس. فانا بحط لها كده الدقيق شويه بشويه، وهبدا اعجن بالطريقه دي. محتاجه دقيق ممكن نحط لها عادي جدا، مفيش مشكله لو محتاجه دقيق زياده. لقينا العجينه قاسيه معانا برضو حلها معانا، هنحط لها معلقه لبن ونعجنها، او معلقه ميه. نزلتها على الرخامة، وانا بحب جدا اعجن العجين بتاعي على الرخامة، لان بيديني نتيجة افضل، وبيخلي العجينة تتخدم كده وتاخد حقها في العجن. طبعا ده لو ما عندكيش عجان زي. تمام. هبدأ كده اعجنها لغاية شايفة لما العجينة ابيضت كده معايا وبقت ملساء، وهي العجينة تحس ان هي صفرة كده سنة، من طبعا من البيضة اللي احنا حطيناها ومن معلقة الزبدة. هسيب العجينة بتاعتي تتخمر كده، تخمر. هحط لها معلقة زيت من على الوش او شوية دقيق، واسيبها تخمر لمدة نص ساعة. تمام. بعد ما خمرت العجينة بتاعتي زي ما انت شايفة كده، هبدأ اشكلها واخليها تخمر تاني. تمام، بس انا هبدأ لسه هعجنها كمان وهبدأ اشكلها. انا خمرتها نص ساعة زي ما قلتلك. بعد كده جبت نص كوباية من الشوكولات شيبس، ده لو هعملها حلو. لو هتعمليها حادق سهلة جدا، هتاخدي حتة العجينة تحشيها جبنة بقى، او تشكليها بأي اشكال من اشكال البريوش. احنا عارفين اشكال البريوش كتير جدا، فنقدر نشكلها بالشكل اللي احنا عايزينه، وندهنها من فوق نحط لها شويه سمسم، هتاكلي احلى بريوش. انا حبيت اعملها النهارده بالشوكليت شيبس، وممكن كمان ممكن تحشيها بالشوكليت من جوه، بس انا حبيت اخليها كده شكلها عامله زي الكوكيز عشان الولاد بيحبوها جدا. هبدا كده ادخل الشوكليت شيبس في العجينه بتاعتي كده زي ما انت شايفه، وهبدا اكورها كور صغيره.
تمام، حسب بقى العجينة بتاعتي ما تاخد، تقدري تعمليها كور أو تقدري تشكليها أي شكل انت حباه، بس الشكل ده بيبقى حلو جدا. هاحاول كده العجينة بتاعتي كلها تكون مقاس واحد، عندك ميزان تقدري توزني، بس أنا ما حبيتش أطلع الميزان، قلت هي هنشكل كده بإيدينا وإن شاء الله تطلع كلها مقاس واحد. تمام. وعندي طبعا الصاج بتاعي اللي انا هحطه ما بيدهنوش، لان اي عجينه بيبقى فيها مواد دهنيه كتير، ما الصاج بتاعنا ما بيدهنش، او الصينيه. كمان هنشغل الفرن بتاعنا على درجة حرارة 180 أو أعلى حاجة عندك في الفرن تشغليها. والمعجنات دايما أي معجنات بتتحط في الرف التحتاني اللي فوق الشواية على طول، اللي فوق النار على طول اللي تحت، ما بنحطهاش في النص عشان العجين بتاعنا ما ينشفش، ده مهم جدا. أما الكيكة طبعا بنحطها على الرف الوسطاني عشان الكيك تاخد سواها براحتها. تمام كده، حبيت بس اوضح الجزئيه بتاعه تسويه الفرن ديت، لان المعجنات ليها تسويه والكيكه ليها تسويه. المعجنات لازم نحطها في الرف الاخراني خالص، اقرب حاجه للنار، عشان العجينه واول ما نحط المعجنات بتاعتنا بنوطي النار، ما بنخليهاش عاليه، عشان العجينه تستوي معانا من جوه ومن بره. تمام، سهلة جدا وبسيطة. شكلي بقى الأشكال بتاعتك اللي انت عايزاها. ممكن تعملي الشوكليت ديت، تجيبي شوكليت اللي هي بتاعة المطبخ وتعمليها مكعبات وتحشيها زي الكرواسون أو قرصة، تحشي الشوكليت من جوه براحتك خالص. أنا عملتلك العجينة وزي ما قلتلك تحشيها حلو حادق سادة، سهلة معاكي بسيطة، تنفع معاكي في أي وقت. هكمل كده اشكل الشكل بتاعي كله وهسيبها تخمر ربع ساعة، وبعد كده اكون مشغلة الفرن قبل ما ادهن المعجنات بتاعتي. تمام، جبت هنا شوية من النسكافيه او قهوة سريعة الذوبان عليهم صفار بيضة. الدهان دوت هيدينا شكل خلية النحل من بره، هيبقى شكله حلو جدا، وكمان النسكافيه هيشيل لنا زفارة البيض وهيدينا حلو، لون حلو جدا مع صفار البيض. هدهن العجينة بتاعتي كلها كده وهدخلها الفرن، هتاخد حوالي تلت ساعة. لو لسه الوش محمرش ممكن نشغل لها الشواية الوش يحمر وبس كده. سهلة جدا وبسيطة. ممكن أول ما تطلعيها تحطي عليها فوطة أو تديها بخة، بخة مية كده من البخاخة، هتبقى سهلة معاكي وبجد طعمها تحفة خطير جدا. سهلة جدا وبسيطة. جربي تعملي المعجنات في البيت حتى لو أول مرة تعمليها، خليكي معايا وإن شاء الله كل حاجة هتطلع معاكي سهلة جدا وبسيطة، ومش هتاخد وقت ولا مجهود معاكي، خصوصا المعجنات والكيكات. بجد من أروع الحاجات اللي هتعمليها في البيت، وهتنجح معاكي من أول مرة. خطوات بسيطة تطلع الحاجات معاكي ناجحة من أول مرة. أتمنى الفيديو يعجبك، وأتمنى تقولي رأيك في التعليقات، ولو محتاجة أي حاجة أو أي وصفة اقترحي عليا وصفات أو معجنات تانية نعملها مع بعض إن شاء الله، وبإذن الله هنعمل وصفات كتير مع بعض. أتمنى منك الدعم والشير واللايك، ولو مشتركة في القناة اشتركي وتفعلي الجرس. أنا رشا، لو أول مرة تشوفيني، دي وصفاتي سهلة جدا وبسيطة، مش هتاخد منك وقت ولا مجهود. جربي تعمليها في البيت، هتوفري فلوس كتير. شكرا ليكم، سلام عليكم.